السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان يعتبر خلص، وبدأنا بقى في الكحك والبسكوت والبتيفور والنواعم الحلوة دي. احنا عملنا مع بعض الكحك والبسكوت، هنعمل النهاردة ان شاء الله البتيفور بطريقة سهلة وحلوة، وهتبقى احسن من المحلات بكتير. وكمان مقادير موجودة وموفرة، وحاجات كلها بسيطة. خلاص هنبدأ كده. في البداية معانا ايه؟ معانا كيلو دقيق، عليه 750 جرام زبدة. تمام. لو انت حباه ناعم شوية ممكن تعملي 800 جرام، لان الزبدة اصلا بيبقى فيها مية، واحنا مش بنحط سوائل خالص في البيتي فور. يبقى كيلو دقيق عليه 750 جرام زبدة. لو حباه ناعم قوي يبقى 800. وكمان لكل كيلو دقيق هنحط معاه 200 جرام سكر بودر. هتقولي لي السكر قليل شويه، ما هنلاحظي بقى ان احنا هنزوقه وهنحط فيه مربى وشوكولاته، فكفايه قوي السكريات فيه. وكمان هنحط مع بعض صفار بيضتين، وهناخد بياض بيضتين، ومعانا الفانيليا. بس هو كل المقادير اللي احنا هنحتاجها كده. في البدايه خالص هنضرب الزبده مع بعض لحد ما القوام بتاعها يبقى كريمي، وبعد كده هنضيف السكر، وبعدين هنحط بقى البيض، يعني واحده واحده، مش هنحط البيض كله مع بعض عشان الزبده ما تفصلش. خلاص انا هحط لكم باذن الله المقادير في صندوق الوصف، وكمان هعمله لكم في اول تعليق مثبت. هنفضل نضرب كده في الزبده مع السكر، وبعد كده هنضيف البيض زي ما قلت لكم واحده واحده. وبعدين خلاص كده انا بحط الفانيليا، وبعد كده هلم بقى العجينه بالدقيق. انا بلمها ما بعجنهاش. البيتي فور والبسكوت ما بيتعجنش زي الكحك، لا بيتلم بس تقليبتين 3 كده بالمعلقه، وبعد كده كملي بايديكي ما فيش فيها مشكله. طبعا احنا هنستخدم النهارده الكيس الحلواني. خلاص. عارفين الوش او البلبله بتاعه الكريم شانتيه، اللي هي صغيره، اللي هي الوسط كده، تقريبا المقاس بتاعها 32 او حاجه تقريبا يعني. هي دي اللي احنا هنستخدمها في البيتي فور. في اشكال كتير جدا لل... للوشاش بتاعه كيس الحلواني، على شكل ورده، على شكل دبدوب. حابين تجيبوا الحاجات دي براحتكم، بس انا بصراحه بحب الشكل ده، اللي هو المطول، واللي هو على شكل ورده. في اشكال كتير، واللي هي مكنه البيتي فور برضو ممكن ان احنا نعمل بيها العجينه تمشي مع مكنه البيتي فور برضو، مش مع كيس الحلواني بس. زي ما قلت لكم كده انا بحط الدقيق. على فكره النخله عندي كميه دقيق كده وحطها عندي في المطبخ، كل ما بحتاج بوزن منها، لان انا جايبه دقيق سايب بصراحه، مش جايبه اكياس. حلوه قوي، مش يعني حلو، ما يعني ما ضرنيش في حاجه. تمام. لو انتوا حابين اقول لكم على اسم الدقيق، تقريبا اسمه الاصيل. حلو جدا، يعني انا عامله بيه كل الحلويات اللي انا عملتها، الكحك والبسكوت والحاجات دي، النواعم جميله بصراحه، ما اثرش يعني. بصي بقى يا ست الكل، وانتي بتعملي البيتي فور، حابه انك تعملي جزء بالشوكولاته. هتسيبيه شويه صغيرين كده، يعني شوفي الكميه اللي انتي حابه تعملي بيها الكاكاو. بتحطي معلقتين كاكاو خام ومعلقه زبده على العجينه وبتقلبيها. طب انتي حطيتي زبده ليه؟ لان الكاكاو لما تحطيه على العجينه دي هتحس انها بقت يابسه شويه، تحس انها ناشفه شويه، فالزبده هتضطر القوام بتاعها، وهتخلي البيتي فور بتاعك مش ناشف، هتخليه ناعم برضو حلو. بصوا هتشكليها. بصي العجينه سهله جدا وبتتشكل حلوه قوي. يعني مش لينه معاكي، ماهيش ناشفه. خلاص. شكلي بقى بالوضع اللي انت عايزاه، اللي يريحك. انا عملت الورده دي، وكمان عملت اللي هو الايه المطول ده شويه. اتمنى كده لو حد عجبه الفيديو يعمل لي لايك ويعمل لي شير للفيديو، ويقول لاصدقائه واصحابه على القناه بتاعتي. انا نفسي القناه تكبر بيكم بصراحه، وحابه ان انا استمر معاكم. فيا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو، واللي مش مشترك عندي في القناه يا ريت ينورني. وشكرا لكل المشتركين اللي عندي، وشكرا للتعليقات الحلوه اللي انا بسمعها منكم. ما تحرمش منكم ابدا يا رب. تمام. بصوا انا كده خلصت صاج، وده كمان الصينيه التانية. بصي عايزه اقول لكم بقى ان الكيلو الدقيق، البوتيفور بيفرط كتير قوي. يعني ممكن الكيلو يطلع لك بعد ما تزوقيه 2 كيلو، بعد ما تزينيه كده بالشوكولاته والحاجات دي، لانها طبعا بتوزن. البوتيفور حلو قوي، وممكن يتاكل من غير حتى ما تزينيه. شايفين؟ بصوا ده منظره اهو. ده الشكل التاني اللي انا عملته، حبيت بقى اوريكم عملته ازاي.
اكني هعمل بسكوت كده بالظبط، بس بعملها صغيره مش كبيره. نفس الشكل ده بتاع البسكوت. اوقات كتير ناس بتعمل البسكوت الجاهز بس بتطول الشكل ده شويه. بصوا الكيس ده قاعد عندي بقاله سنين بصراحه، مش عايزه افرط فيه. ده شكله بعد ما خلص خلاص. ما بيقعدش برضو في الفرن كتير، بيقعد 10 دقايق بالظبط، حسب بقى الايه درجه الحراره بتاعه الفرن بتاعكم. خلاص ده شكله اهو. بصوا اللي طلع بالشوكولاته حلو برضو قوي. وزي ما قلت لكم، وهكتب لكم باذن الله المقادير في اول تعليق مثبت، وكمان هحطهم لكم في صندوق الوصف. خلاص بصوا شكله حلو ازاي، وطعمه تحفه بصراحه. هنبدا بقى دلوقتي نزينه. مجهزين مع بعض ايه؟ مجهزين مع بعض جوز هند ومربى وشوكولاته اللي هي الشوكولاته الخام، وشوكولاته قابله للدهن برضو، وكمان الفارماسيه اللي هي الشوكولاته والالوان والحاجات دي. بصي الزواق ده بقى، العبي في الموضوع الزواق ده حسب حريتكم بقى. الشكل اللي انتوا حابينه اعملوه. حابين بقى تحشوه مربى، بصوا انا بحشي من النص مربى، واوقات كتير بحشي شوكولاته. وفي بقى حاجات عند في محلات الحلواني هتلاقي في حاجات لونها فضي، وفي حاجات لونها بنفسجي، وحاجات لونها اخضر. براحتكم. انا جيت في الاخر هنا واكتشفت ان انا عندي هنا حاجه زي الجليتر كده، لونها فضي وفي منها جولد. جربتها ولونت بيها لقيتها حلوه قوي بصراحه، شكلها جميل جدا. تمام. بصوا انا وميرنا عايزه اقول لكم ان الساعه كانت 6 الصبح، وقاعدين بقى وهنتجنن، وكل واحد نفسه يدوق واحده من البوتي فور. يعني احنا قاعدين صايمين وعمالين شغالين فيه، والشوكولاته هبلانه، والشكل الحاجه كانت تجنن بصراحه. بصوا انتوا بتخلصوا كده بتزينوه وبتحطوه على كيس، على ورق زبده. ما بتحطوش في التلاجة ولا حاجه، شويه وهتبص تلاقي هو خلاص ايه، جامد مع نفسه. وده الفستق الكداب اللي احنا كنا عاملينه سوا. ولو حابين تزوقوا برضو فول بمكسرات تبع امكانياتكم برضو براحتكم خالص. تمام. اتمنى كده تجربوا الطريقه بتاعتي دي، والله العظيم طريقتها تحفه، وطعم البيتفور طلع جميل جدا. ولو جربتوها بجد مش هتعتمدوها، ومش هتعملوا مقادير تانية، هي المقادير دي اللي هتعملوها على طول للبيتفور. وزي ما قلت لكم يعني ممكن يتاكل لوحده كده من غير ما يتزين ولا حاجه، بس هو كده بجد زي المحلات الجاهزه بالظبط. انا بحب الشوكولاته، يعني البيتيفور اللي هو الشوكولاته لما يتحط عليه شوكولاته بيضه وجوز هند، بحب طعمه قوي، طعمه بيبقى جميل بجد. يلا بقى اعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لناس كتير، وناس كتير تشوفه وتستفاد منه. وانا كمان الفيديو بتاعي يعني انا نفسي فيديو كده يعدي 1,000,000 مشاهده. ونفسي القناه بتاعتي تكبر زي ما قلت لكم. نفسي استمر معاكم. انا عايزه تشجيع، ان القناه بتاعتي حلوه، فيديوهاتي حلوه، الوصفات بتاعتي قولولي كده رايكم ايه. يلا اعملوا لايك وشير لاصدقائكم، واللي مش مشترك يلا يشترك حالا في القناه. وكل سنه وانتم بالف خير، وان شاء الله هنعمل مع بعض السابليه، وهنعمل الغريبه، وهنعمل كحك الجواهر، وممكن نعمل معمول كمان ان شاء الله. فشجعوني كده وقولوا لي لو انتوا حابين اعمل لكم ايه تاني، اكتبوا لي في التعليقات، وانا باذن الله نعمله مع بعض. وخلاص بقى ما عادش غير كام يوم يعني. اعرفوا لي كده انتوا محتاجين ايه تعملوه، وانا هعمله معاكم واقول لكم المقادير بتاعته بالظبط. طبعا بقى عايزه اقول لكم ان انتوا عشان تخزنوه يعني او تعينوه في مكان، عشان لما العيد يجي يبقى لسه بنفس القرمشه بتاعته برضو، يعني ما يتراشي. بتحطيه في علبه، وبتحطي فيها ورق زبده او كيس بلاستيك، وبتقفلي عليها كويس وبتغطيها. تمام. ولو عندك علبه صفيح يا سلام، يبقى احسن طبعا. انا كان عندي اوردر بقى بقفله، فبحطه في العلبه اللي هي بتاعه الحلويات دي. وحاطه كيس تلاجة زي ما انا قلت لكم، فاتحاه كده وحاطاه تحت، وبعد كده بجيب كيس تلاجة وبحطه فوق وبقفل عليه كويس، لان ده اوردر طالع. فزي ما قلت لك لو انت حابه انك تخزنيه زي ما قلت لك كده بالظبط. بشوفكم فيديوهات كتير على خير.